انت بتعيش عشان تاكل ولا بتاكل عشان تعيش؟ الحقيقة ده سؤال مهم لازم تسأله لنفسك، لكن اللي عايزة أقوله إن أكلك ممكن يبقى دواك لو كلت صح. اليونانيين القدماء كانوا يعرفوا طبيب اسمه أبوقراط، اتولد حوالي 460 قبل الميلاد وتوفى 375 قبل الميلاد. كانوا بيعرفوه بأبو الطب الغربي. أخونا أبوقراط قالها من 2400 سنة: Let food be the medicine and medicine be the food. ليكن طعامك دوائك ودوائك طعامك. كان بيؤمن إن الغذاء ممكن يكون دواء، وإن الطبيب لازم يوصف أسلوب حياة مش بس دواء. الطبيب اليوناني كان بيشخص الحالة عن طريق الحياة كلها مش بس الأعراض. العقل السليم في الجسم السليم. الفكرة دي هي أصل فلسفة العادات الصحية المتكاملة. كلمة دايت أصلها يوناني، معناها طريقة الحياة، عشان الحياة مش بس الأكل. زمان كانوا بيكتبوا وصفة أكل بدل الروشتة. حاسة إن هو ممكن يكونوا كانوا أذكى مننا، مش يمكن ده أكيد. إحنا لسه مكتشفين إن التغذية مش بس سعرات، دي وسيلة علاج حقيقية للناس اللي عندهم سكر، غدة، مقاومة أنسولين ومزاج مضطرب. تفتكر لو كنت عايش في زمن أبوقراط كنت هتمشي على وصفاته؟